السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية، آمين يا رب العالمين. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قصة تستحق القراءة. يقول إن إبليس أراد الرحيل من مكان إلى مكان يسكن فيه مع أبنائه، فرأى خيمة فقال: لا أغادر حتى أفعلن بهم الأفاعيل. فذهب إلى الخيمة فوجد بقرة مربوطة بوتد، ووجد امرأة تحلب هذه البقرة، فقام بتحريك الوتد، فقامت البقرة وهاجت وانقلب الحليب على الأرض ودهست ابن المرأة الذي كان يجلس بجوار أمه وهي تحلبها، فقتلته دهسا. قتلت البقرة الولد فدهسته غضبا بقدميها من انفعالها. فغضبت المرأة فدفعت البقرة وضربتها بشدة، ثم طعنتها بالسكين فطعنا مميتا، فسقطت البقرة وماتت فجأة. جاء زوجها فرأى الطفل والبقرة فطلق المرأة وضربها وفضل يضرب بها إلى أن فقدت الوعي. فجاء قومها وضربوا الرجل الذي آه، ضرب زوجته، فجاء قومه وقتلوه واشتبكوا جميعا. فتعجب إبليس فسألوا ولد الإبليس ويحكي له: ماذا فعلت يا أبي؟ كل هذا انقلبت الدنيا رأسا على عقب. ما الذي فعلت يا أبي بهذه القرية البسيطة؟ قال إبليس: لقد حركت الوتد. وهكذا يظن الأغلب من الناس أنهم لا يفعلون شيئا وهم لا يعلمون إن بضع كلمات تؤذي فقد تؤذي بالأذن، تسمى واشية، تقلب الحال رأسا على عقب، تسبب الخلاف وتشعل المشاكل وتقطع الأرحام وتفرق بين الناس وشحن والأجواء، تخطف الفرحة وتقضي على البهجة وتكسر القلوب وتكسر الخواطر، وتجعل كل ما يتجاهلها آه، وتجعل من يتجاهلك يصبح يبغضك، وتجعل من حركت له الوتد يشكيك لربه كل ليلة، ثم يظن الفاعل أنه لم يعمل أي شيء، فقد حرك الوتد. الوتد يعني الحبل اللي مربوط في بالبقرة، والوتد اللي بنحطه بالأرض عشان تفضل البقرة واقفة ما تتحرك. فقد يحركون الوتد. راقبوا الكلمات قبل أن تتفوهوا بها، واحذروا من تحريك الوتد، فهناك رب يراك، وربنا منتقم جبار. المرأة مسكت الحبل حطت الوتد وغرزته بالأرض عشان تفضل البقرة ماسكة وثابتة عشان تقدر تحلبها، وحطت ابنها على جنب الطريق، جنبها من جنب اللهان. إبليس اللعين حرك الوتد، البقرة موتت الطفل، والزوج طلق المرأة، والمرأة ذبحت البقرة. كل هذا من إبليس اللعين اللي حرك الوتد. يعني الجمرة، الخلاف، كل شي بهالدنيا بيجي من تحريكة كلمة مش كويسة، كله بسوء تفاهم، بيجي من كلمة، بيجي من حركة، بيجي من شتيمة لم يكن يقصد بها شيء، بس هيك الله بده، هيك الوتد بده، هيك قلة العقول بدها. هاي كانت قصتنا لليوم إن شاء الله، إنه ما حدش يحرك الوتد للثاني، وإنه كنا نتفاهم وكنا رايحين للتراب أول عن آخر. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت معكم ريتا جمال، بحبكم بالله. لا تنسوني من دعوة حلوة منكم، ربي يفرجها علينا وعليكم بحق لا إله إلا الله. لا تنسوا تفعيل زر الجرس والتفاعل عشان يوصلكم كل جديد. سلام. سلام.